السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المتابعين، أنتم اللي ربما تبعوا الفيديوهات نتاعي، كنت ذكرت لكم قبل أسبوعين أو أكثر بقليل أنه جوزيف بوريل المكلف بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي سيأتي إلى الجزائر في زيارة لترتيب الأمور بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، حيث اغتنمت الجزائر جائحة كورونا لتوقيف كل تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن هذه الشراكة التي كانت تجمع بين الجزائر وأوروبا لم تكن عادلة، وقالها الرئيس صراحة أن هذه الشراكة كانت تخدم أوروبا على حساب الجزائر، وذكر أنه الوقت اللي كانت فيه هذه المعاهدة كانت في وقت الجزائر معزولة على الساحة الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، والجزائر على سيدي يعني دارت بزاف لي ساكريفيس باش ترجع للساحة الدولية. الأمور تغيرت والمشاورات لازم تكون جوست عادلة. جوزيف بوريل، وإذا تتذكروا الفيديو نتاعي اللي تكلمت على الزيارة نتاعو، وعد الشركات الإسبانية التي تذهب إلى الانذطار، خاصة تلك الشركات التي تتعامل اكسكلوزيفمون فقط مع الجزائر، اللي مشاو للاتحاد الأوروبي يستنجدون به ويحاولوا أنه يتدخل لإعادة العلاقات. وكانوا هذه الشركات الكبرى اتهمت رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير التجارة بأنهم سبب هلاك الاقتصاد نتاعهم، وذكرت لكم حتى الارقام نتاع الخساره نتاع هذيك الشركات. المهم، في محفظه جوزيف بوريل اعاده الشراكه بين الاتحاد الاوروبي، خاصه انه الجزائر الان لا توفي اكسبلوزي، يعني ولات تتعامل مع اوروبا ليس كومين جروب ولكن كدول، يعني تتعامل مع ايطاليا اللي اصبحت الشريك الاول في الجزائر وحدها، وتتعامل مع ألمانيا وحدها، وفرنسا المتوترة حاليا تتعامل معها وحدها، يعني ليس في فريق. وإحنا نتذكر أنه في أواخر ديسمبر الجزائر رفضت الاتفاق الأوروبي أنهم يعني يشروا الغاز مع بعضهم بسعر يتفقوهم عليه، وقالت لا، نحن الآن في سوق حر، ورفعت الجزائر أسعارها للغاز نحو إسبانيا ونحو إيطاليا، وقبلوا طبعا بهذا الرفع. ومرغم أخاك لا بطل، لأنهم الجزائر أصبحت المصدر الأول في إفريقيا للغاز للاتحاد الأوروبي. إذن نتمنى أنه جوزيف بوريل سوف يأتي، ونظن يعني هو محضر بسيكولوجيكيا أنه التعاقدات اللي كانت بكري ما غاديش تكون